زليخة إبراهيم من أهالي مدينة منبج. نتحدث اليوم عن دولة الاحتلال التركي وعن سياستها الممنهجة والقذرة وعن قطع مياه نهر الفرات عن أهالي شمال وشرق سوريا. طبعا نحن نعلم بأن المياه هي عصب الحياة وهي على صلة تامة بالكهرباء. نحن نعلم بأن الدولة التركية اتبعت عدة سياسات ممنهجة على مناطق شمال وشرق سوريا، منها سياسة التهديدات وسياسة قضم الأراضي السورية. طبعا اليوم تستخدم الدولة التركية هذه السياسة ومنذ أكثر من عام بقطع مياه نهر الفرات عن مناطقنا، مما أدى إلى قلة ضخ مياه الشرب عن أهالينا وقطع الكهرباء عن مناطق شمال وشرق سوريا. طبعا هدف الدولة التركية من هذه السياسة تهجير الأهالي من مناطقنا، خلق الفوضى وعدم الأمان والاستقرار في هذه المناطق، وهي مستمرة بهذه الانتهاكات إلى هذا اليوم. نحن نلاحظ اليوم بأن التيار الكهربائي انقطع عن أهالي مدينة منبج وريفها، طبعا نتيجة قلة منسوب مياه نهر الفرات. هذه السياسات واضحة. نحن نعلم بأن الدولة التركية معظم سياساتها هي لها أهداف عدة، وسياسة قطع المياه عن مناطق شمال وشرق سوريا هي إبادة هذه الشعوب في هذه المناطق. طبعا نحن كشعوب شمال وشرق سوريا نحن أصبح لدينا إدراك ووعي كافي لكل هذه المؤامرات والمخططات التي تحاك على مناطقنا في شمال وشرق سوريا، وسنبقى نحن مقاومين تجاه كل هذه السياسات الممنهجة على أراضينا. ونحن كأهالي مدينة منبج نحن نناشد المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية لكي توضع حد للدولة التركية لكل هذه الانتهاكات على مناطق شمال وشرق سوريا. فيصل علي من قرية صندلية كبير على نهر الفرات. بالنسبة لنهر الفرات أثر علينا انقصانه من قبل تركيا، قطعه عن سوريا، جفاف. يعني إذا ظلت مستمرة هاي العملية من شهرين 3 راح ينقطع منسوب نهر الفرات خالص على العملية هاي، راح تصير كوارث. اليوم مية الشرب ما تنحصلها. القطاسات كنا منزلين عامودي يعني 100 متر 85 متر، اليوم نزلنا 120 متر. هاي لسعنا بداية الربيع، يعني ما بالكم مجبلين على الصيف، على اليوم تموز وتعرفون انتم الصيف، يعني الصيف هاي كوارث راح تصير، كوارث كبيرة. يعني بالنسبة لسوريا قطع المياه من قبل تركيا كارثة على سوريا وعلى الزراعة بالذات. بالنسبة للزراعة الحنطة اليوم القمح، احنا كنا المسافة 150 متر اليوم صارت تكلفنا $500 تنمتد 100 متر 200 متر يومي، شكل يومي تنزل المي تدريجيا 10-15 متر. يعني هذا شيء كارثة إنسانية. الناشدة الدول، الناشدة المنظمات على نهر الفرات، على تركيا ان تفتح لنا المية كزراعة كشرب. سوريا العراق، يعني مو بس سوريا، احنا بالنسبة لميتنا من سوريا تستفيد. عندنا سدين، السد الثالث عدي على العراق، يعني تستفيد حتى العراق. يعني كارثة اليوم عندنا بسوريا بدير الزور بالطبقة بالعراق، كارثة. ناشدة الدول يعني تستنجد هالشعب تلحقهم بأقصى وقت ممكن.